بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات بودكاست دكتور الجلد الطبيعي بالاشتراك مع ني الجوده. دياب خبير الموضه والفانكشناليتي والجوده فعلا. شكرا ازيك؟ احنا متابعين طبعا انا بيك فان برضه ليكي كده انا كده وعلى طول بركز في كل التفاصيل اللي انت بتقولها، رغم ان انت مركز على الرجالي اكتر من الحريمي. بس يعني حقيقي ما بقتش ما جندر بقى، يعني براحتي اعمل اللي انا عايزه. طب واحنا ذنبنا ايه؟ طيب احنا برضه احنا جايين النهارده عشان احنا اللي بنصرف اكتر يا دياب. انا كده جاي النهارده عشانكم، يلا بينا. ربنا يخليك. عرفني على نفسك. يعني انا دياب، فاشن اند فانكشنال ديزاينر. يعني بشتغل على الفاشن العادي جدا بتاع اي فاشن ديزاينر، بس انا زودت حته ان انا بشتغل على الفانكشن بشكل اساسي. ليه؟ عشان ما اجيش في برودكت بعد ما انزله السوق او ينزل باسم براند انا اشتغلت عليه يجي له فيدباك انا مش عارف مثلا اعوم لو هي سويم سوت، انا مش عارف العب رياضه، انا مش عارف، انا مش مستريح وانا في الشغل. فالحاجات دي كلها بشتغل فيها في الفانكشنال قبل اصلا بديزاين فوقيها الستايل بقى بتاع البراند نفسه. بس ده كان ده شغلي عموما. والنهارده احنا جايين عشان حاجاتك الحلوه. ده روحي اللي الناس كلها هصدمك فيهم كلهم دلوقتي. الناس كلها ثروتها ذهب وعقارات، وانا ثروتي شنط. لا هتبقى لا ان شاء الله مش تصدمني فيهم، بس يعني حاجات وحاجات ساعات وساعات. الاول فهمني الفرق، ايه الفرق بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي؟ ماشي، بصي، الجلد الطبيعي هو الجلد اللي جاي من الحيوان بشكل مباشر، في منه درجات كتير، بس خلينا ننقل للجلد الصناعي. الجلد الصناعي فيه مشكله اساسيه ان هو ساعات بيتقال عليه جلد طبيعي او جينوين ليزر او الحاجات دي كلها، وهو محطوط عليه لاير صناعيه. الصناعي ده البوليوريثين او البي في سي، ايا كان المسمى اللي هيتحط عليه. حلو، ده بيتعمل في المعمل، جاي من مشتقات بتروليه، جاي من زي الفلش، مشتقات صناعيه. حلو، واحنا بنشتغل عليها نطلع منها التكستشر بتاع الجلد نفسه. اوكي، بس فده ده الفرق ما بينهم بشكل اساسي. الجلد الطبيعي الطبيعي اللي هو الطبيعي بجد، اللي هو الطبيعي اللي هو فولي طبيعي ما فيهوش اي حاجه تدخلات تانية. حلو، ده بيحافظ على نفسه في العمر بتاعه وبيعيش اطول. الفيلينج بتاعه، الاحساس بتاعه، وانا من بعيد ببقى حاسس، ويعني احساسي بالقطعه نفسها. الجلد الطبيعي مختلف. الجلد الصناعي مثلا زي دي مثلا، دي انا جايبها باكت. ايوه، قبل كده جبت شنطه فعلا وراحت طلعتها تاني شهر ما فيش، لقيتها بتفرفر كده، فرفره خالص. وده من الحاجات المصيبه فيها، وبتتكسر جامد، يعني مش ديربل خالص. بشكل اساسي هو بيبقى انا بركب الوش ده البوليوريثين دي. حلو، على هي مكتوبه في الديسكربشن في يو ليزر، بيبقى مكتوبه في يو ليزر او فاكس ليزر او جلد اسمه ايه سكاي بيقولوا عليه في السوق عندنا، سكاي، جلد سكاي. انا بيبقى عندي طبقه معينه. حلو، وبحط عليها الوش ده هو ده اللي بيتقشر، هو ده اللي بيخلي اي قطعه جلد تقول بتتقشر اعرف ان هو في لاير تانية محطوطه. اللاير التانية دي هي دي اللي بتقشر منك. لو هو جلد طبيعي مكتوب عليه بقى ايا كان مكتوب عليه ايه، مستحيل يقشر، مستحيل يقشر. اوكي، حلو. يعني في الديسكربشن لو قريت كلمه ليذر مش معناها جلد طبيعي، كلمه ليذر معناها جلد فقط. قبلها بقى جمله بقى بي يو او سكاي او جانون بقى، على حسب بقى هنقدر نبدا منها نوصف الفرق بين الجلد الطبيعي والجلد نفسه. هو اوكي إيه؟ طيب هنوصف بقى اول حاجه الجانون ليذر ده معناه ايه؟ الجانون ليذر هو انا بالنسبه لي قطعه الجلد بتجيلي مثلا كده. حلو، ده كده بعد الفينش عموما وكل حاجه. طيب انا ليا سيكنس معين. الجينوين ليزر ده بعمل ايه؟ انا مثلا خلينا في الشنطه دي. حلو، الحيوان ده ليه حياته الشخصيه. حلو، وكان في موسكيدوز عملت معاه شغل، يعني قرصته وعملت كل حاجه. حلو، فالحاجات دي كلها بتبان على جلد الحيوان نفسه. حلو، انا خدت الجلد بتاعه زي يعني لما زي ما بنشوفه يعني. حلو، فانا باخد الطبقه العاليه اللي هي الجزء الاعلى من الجلد. حلو، اللي هو الجزء العلوي ده. حلو، باخده، وبعدين بيتبقى عندي سكراب من تحت. اللي هي ممكن نقول البواقي. حلو، البواقي دي بقى باخدها. حلو، هي بتبقى بالشكل ده من الناحيتين، بس هي بتبقى بالشكل ده من الناحيتين. اوكي، الشكل ده بنقول عليه سويد. حلو، سويد ليزر اللي هو الشمواء الجميل كل حاجه. لو اتعمل فينش كويس بيبقى قطعه جميله. تمام، بس احنا عشان السكراب دي نستخدمها تاني وتدينا نفس التكستشر اللي احنا بنحبه، اللي هو تكستشر الجلد سواء ده او ايا كان. حلو، بجيب طبقه من البلاستيك واحطها. طبقه بلاستيك ما هو بي يو ده بلاستيك. حلو، اعتبره بلاستيك. حلو، بحط الطبقه البلاستيك دي
على الجلد نفسه فيديني الاحساس ده، الفيلينج ده. والموضوع بقى مزعج لان هو وصل لمرحله كريتيكال قوي من الصناعه، ان هو بقوا شاطرين قوي. زي كان تريك يو ان هو جلد طبيعي حلو، وهو اصلا مش جلد طبيعي وهو ولا اي حاجه. فكلمه جينوين ليزر لما تشوفها ما تجيش تدفع فلوس. جينوين ليزر دي اجي ما تدفعش فلوس، لان هو موست لايكلي ممكن يقشر معاك، مش هيعيش زي ما انت متخيل، ومش هيديفلوب الباتينا دي الايجنج بتاع الجلد نفسه. اللي هو لما تستخدم قطعه الجلد مكان ما بتلمس ايدك، الزيوت بتاعت ايدك، الحركه، اماكن الاحتكاك كلها، الحراره والحاجات دي كلها بتظهر على الجلد بعد فتره. ده بيديها يعني فيلينج يعني تحفه. حلو. دي القطعه البريميوم نفسها. حلو. القطعه البريميوم دي لما تشوف جينوين اعرف بشكل مباشر ان هي مش هتديفلوب باتينا، مش هتديفلوب. ليه؟ لان انا حاطط ماسك على الحاجه نفسها، سواء بقى جينوين وكده كده طبعا بلاستيك والسكاي والحاجات دي كلها مش هتديفلوب اي حاجه. طب ندور على كلمه ايه بقى؟ ندور على كلمه توب جرين، ندور على كلمه فول جرين، ندور على احنا نمسك الحاجه ونميز. ما هو برضه انت نفسك يعني انت ما ينفعش تعتمد عليهم. ليه؟ لان هم في كذب كتير. وممكن اي كان تريك يو ان هو اكتب مثلا توب جرين فيل او توب فيل او لوك او اي حاجه، بحط حاجات كده بقعد اسرح بيك فانت ما تفهمش الدنيا. تاني حاجه بتبص على السعر. ما هو منطقي الحاجه البريميوم هيبقى سعرها فيها زي اديني كده برايس رينج اقدر اقول القطعه دي بحجمها ده يوازي السعر ده. بصي انت عندك الجلد عندنا في باب الشعريه حلو. القدم منه هو بيتباع بالقدم مش بالمتر. القدم منه بيبقى مثلا في حدود مثلا 25 جنيه. حلو. انا مثلا عشان اعمل جاكيت القدم المربع، القدم اللي هو مربع القدم المربع، انا عشان اعمل فول جاكيت مثلا بحتاج 40 قدم. فانا بتكلم في جاكيت ان هو يتعمل 40 قدم يعني فابريك بس مكلفاني قد ايه؟ 25 في 40 احنا بنتكلم في 400 وصفر يبقى ايه 1000. حلو. فاحنا بنتكلم في 1000 جنيه ده عشان اقول الكوست بتاعت الجلد نفسه. الجلد نفسه لسه ما كانش في مصر. وانا بتكلم في المينيمم شويه، انا مش بتكلم في الهاي. يعني مثلا لو رحت جبت ستيريش او اكزوتيك ليزر او حاجه بقى. لا الاسترش والاكزوتيك ده يعني باي ذا واي الاستريش مش غالي زي الناس ما متخيله. هو القدم بتاعها ما بيكسرش ال 100 جنيه يعني عموما. بتكلم بجد والله. بتكلم يعني بجد. ممكن اجيب بركن استرش وهم مغاليين ما هي الفكره مين هيعمله لك؟ ما هو الفكره مين هيعمله لك؟ مين الديزاينر اللي هيعمله لك؟ لازم تروحي لمكان جلد حلو تقول له انا عايز الحاجه دي. تمام. انا مش ابديت طبعا بالاسعار الاخيره خالص عشان البنزين عمال يضرب وينزل. حلو. بس دي اخر حاجه يعني ابديتد معايا. فهي الحاجات دي مش غاليه قوي كده. فانت بتتكلم في 1000 جنيه عشان انا لو جالي جاكيت وقال لي اقل من 1000 جنيه يبقى اكيد انا مش محتاج لا اعمل لايتر تيست ولا اعمل بنشنج تيست ان انا اشوف الجلد الريزلتس بتاعته ايه، او مش محتاج اعمل اي حاجه. طب هو ممكن يقول لي 5 وانت عارف ان هي او 6 و7 وهو ماشي وهو اقل من كده. هو بقى حقه يعني. هو الماركتنج بقى بتاعه. بس انا بتكلم في حته ان انت مش هتلاقي جاكيت جلد حلو باقل من احنا بنقول ال1000. فانت هتديفلوب الكرافتمان شيب، هتديفلوب الهوست مثلا او الريتيلر شوب اللي انت دخلته. حلو. كل الحاجات دي فاحنا مثلا ممكن نضرب في 3. فاحنا بنبتدي من ان احنا نقول ايه اكتر من 3. انا بقول ليه ال1000 لان في جواكت بتتباع باقل من 1000 بيقول لك ده جلد طبيعي، اللي هم يعني الناس اللي بتمشي في الشارع ومعاه ولاعه. باي ذا واي التريك الولاعه دي يعني ده اهو. لا بياخد بالك من ده حلو. ده اصلا مش جلد طبيعي. حلو. بيعمل لك كده. بص يا فندم ما بتولعش. ايه ده صحيح؟ ما هي ما بتولعش. ما هو انا ماسك الولاعه وبعملها. ما هو انت عشان التاريخ بتاعت الولاعه دي تمشي مظبوط. امسك الولاعه اقعد 15 ثانيه. حلو. وقربها منها. وتشم ريحه. هتشم ريحه ايه؟ هتشم ريحه بلاستيك لو هي بلاستيك. لو هي جلد طبيعي هتشم ريحه في حاجات يعني. طبعا انا لما مثلا بشتري حاجه بيبقى بيسيب لي باتش عشان اعرف مظبوط براحتك هي دي القطعه بتاعتك. حلو. اللي هي دي اللي هي ظهرها وشها لون الجلد وظهرها يبين ان هي جلد طبيعي. هو ده اللي عايزني اجرب فيها. هو مش فكره عايزك تجرب فيها. هو بيوريك الجلد نفسه بدل ما تفتحي لان انت من حاجه ثانيه. انا مثلا التكنس بتاعها بس بجيب رفيعه قوي. التكنس دي كده صح؟ لا ما التكنس ده انا بقصه انا نفسي. ما هو انا اللي قلت لك احنا بنعمل ايه؟ بنقص الجلد. حلو. ونشتغل عليه. فانا السكاب اللي تحت انا بتحكم في السكنس. انا ممكن السكنس يوصل معايا ل 5 مللي. انا بتكلم في نص سنتي يعني. ده تخين. ده يتعمل مثلا حزام، يتعمل حاجه يعني
طف durable شويه أوكي. يجد كده شويه حلو، بس انا بتحكم في السكنس بتاعه. مهم. وفي في الشنطه نفسها مثلا احنا ممكن مش زي إيه؟ عارف الاقي فين مهم. حلو، بس مثلا اند معينه زي دي اوكي. حلو، انا مش بعملها كده، يعني اند كده زي مهم. دي حلو. انا مش عايز اقول ان هي في الشنطه في دي الشنطة بتتعمل كده، بالذات بس لا انا مثلا عندي اند، او خلينا نقول هنا مهم. حلو، الحته دي انا مش بسيبها زي ما هي كده، اوكي. انا بقللها وبنزل على صغير. اوكي. فانا بشيل بترم حته بتريم حتة كده اوكي. زي تشطفها رمب، علشان رمب كده علشان تعرف اكنه رمب تنزل. حلو طالع، بشطف مم. الحته عشان تنزل ايه مظبوطه معايا. اوكي. بس كده. فحته ان احنا كنا بنتكلم فيها ان انا اشوف الجلد جينيوين ليزر او ان هو ايه، انا بشوف اول حاجه الجلد هم قايلين عليه ايه، والسعر بتاعه منطقي ولا لا. مهم. وبعد كل ده بشوف الظهر بتاعه، بتست انا التست بتاعتي. طب لو انا مش عارفه اعمل موضوع الولاعه ده، معلش، ما هو اكيد طبعا مش اي مكان هخش اروح بلعب الولاعه مولع لهم في الشنطه. اطلبي منه، قولي له مش هو هيقول لك جلد طبيعي، ولع لي فيه، ولع لي فيه. ما رضيش خلينا نقول ما رضيش. ما رضيش، هو خلينا نقول كعبايه في المحل خاف، فاهم؟ خلينا نقول ما رضيش. اي مثلا يبقى الحاجه الثانيه اللي نقدر نعملها اي حاجه ثانيه، ظهر الجلد. ظهر الجلد هنا انا بحطه على ايه، على كانفا او بحطه على اي ماتيريال مختلفه حلو. فما بيطلعش ده عشان انا بقول ما بين الصناعي تماما اللي هو فولي بيو او بيو كله، ما فيش جينيوين، مش كلمه جينيوين حتى محطوطه، هتلاقي الظهر بتاعه كده مفيش. او الشعر بتاعه بيبقى مميز، بس انت يعني هقول لك الصح حلو، انت لما تشوف اي حاجه تانية بقى في السوق تعرف ان هي ايه غلط. يعني انت بتلاقي الظهر بتاعه كده الشموع ده حلو. طب ده برضه طب احنا دلوقتي قلنا صناعي وطبيعي خلاص، ودلوقتي تقول لا في حاجه اسمها فيجن ليذر. فيجن ليذر ماشي. ايه بقى الفيجن ليذر ده؟ بص الفيجن ليذر ده جاي من ايه؟ الفيجن ليذر ده زي الصناعي. هنا فيجن ليذر اهي، وريني عادي جميله خالص، شكلها جميل وفيها كابلد افكت وفيها كل حاجه. اوكي. الجينوين الفيجن ليذر هو جاي من ايه؟ هو جاي من انه مثلا ابل، او جاي من كاكتوس، او جاي من مشروم، جاي من ايا كانت ده نباتات بجد، وباينابلز نباتات يعني بجد. هي زرعت التفاحه ولا التفاحه نفسها؟ التفاحه نفسها اللي احنا بناكلها. اوكي. انا فاكره حاجه منها، حاجه من الشجره يعني. لا يعني الباينابل هي الويست بتاعت الشجره، مش بستخدم الباينابل نفسه حلو. كل حاجه وليها تكنيك بتاعها. بس هو الفكره انت لما حد يقول لك انا مستخدم فيجن ليزر، قول له فيجن ليزر ايه يا حبيبي؟ لان هي تفرق. انا مثلا بالنسبه لي الابل حلو، انا بستخدم في رينج 50% ابل. طب الوش ايه؟ بيو. اوكي. فرقت ايه؟ فرقت في ايه؟ ما فرقتش حاجه. طب وهي فرقت في ايه؟ يعني ايه اللي خلاهم يخترعوا الفيجن ليزر؟ ده جاي من حته ان احنا عشان ما نقتلش الحيوانات وما ما نقضيش على الثروه الحيوانيه في الكوكب. اوكي. وان احنا نستخدم حلول بديله. بس انا يعني بشوف ان هو انت لما تدفع ثمن اغلى من، يعني انت لما بتجيب شنطه مش جلد طبيعي بتدفع فيها ثمن معقول، فخلاص ساعات بيبقى القيمه مقابل السعر تمام شغاله. وهي شنطه مثلا هروح بيها الشغل وخلاص، مش مهتمه هي تبقى عامله ازاي. بس انا مثلا جه حد قال لي فيجن ليزر وبتاع وكده ويلا هات واشتري حلو. هو جلد ايه؟ يعني مثلا المشروم هو 100% مشروم. اوكي. مفيش الوش ده. انت قول لي هي ايه وانا بناء عليها اقيم واختار. طب انا بالنسبه لي هنيجي نشتري شنطه، هيقول لي فيجن، هيقول لي كذا. لو قال لي مثلا ابل يعني 50% وانت حاطط لي الوش ده هيقشر. اوكي. يعني انا اي دابس ان الشنطه دي ممكن اطلع فيها. انت بقالك قد ايه معاكي؟ لا اصلا محافظه على حاجتي ما شاء الله ما شاء الله. خلاص هي بقى لها معايا تقريبا داخله على سنه هي، بس انا محافظه على حاجتي. اوكي شطور. هو كده فيها كومنتات تانية هنبقى نقولها عموما. بس ايه الفكره ان هي ممكن تقشر زيها زي الجلد الصناعي. الجلد الصناعي بس. فليه تجيب ده؟ ما انت هتجيب حاجه تانية وعايز تحافظ على الثروه الحيوانيه، هات كانفا، هات حاجه قطن، هات حاجه شنطه قطن. شنطه بس شكلها يعني مش قيم زي ما فكره انك تبقى الشنطه ستراكشر شنطه. ما انت حضرتك يعني مش شنطه فيك، حضرتك انت لا انت مش فيك. دي شنطه قمر كده يعني دي شنطه قمر. هم اللي وحشين. هم فيك. بس فهي الفكره في كده، انت هتحطي فلوس في شنطه وعايزه تكوني اليجنت والحاجات دي كلها. لو فارق معاكي الفيجن والحيوانات والكلام ده كله خلاص، يو ار ستيكينج للشكل ده، ممكن تجيبي حاجه فليرسين. بس انا بشوف ان انت تدفع فلوس زياده ادفعها في فيجن معين اللي هو المشروم. انت ده اكتر واحد انت بتقول 100%. هو الفكره كلها انا بجيب الفاكهه التفاحه دي سماش واعمل بيز لاير احط عليها حتى لو كتب 100% فيجن ليذر. ما هو 100% فيجن ليذر دي كلمه لا يحاسب عليها القانون. فهو
انا 100% فيجن ليزر، 100% كالف ليزر، 100% اي حاجه. حلو. انا في حاجات تانية بتضاف، انا ممكن اقول دي الكود، هو على حسب البلد نفسها هي ايه وبتتعامل ازاي الزكاة الكلام ده بتخليه كله. فالفيجن مش بكلمه كام في الميه، هي النوع. قول لي النوع، لان أوكي. النوع ده بطبيعته بيتعمل كده. يبقى احنا كده لازم نركز قوي في الديسكربشن بتاع اي شنطه احنا الديسكريبشن بنشتريها كده. مهما كان البراند اللي احنا بنشتريها منه. بالظبط. طيب هيبقى السؤال الثاني بالنسبه لي انا كنوها يعني كاند يوزر، خلاص فكره الاكسسوارز. اوكي. خلاص الاكسسوارز دي من الحاجات اللي هم بيقعدوا يكتبوا براس اللي هو نحاس، بعدين يقولوا مطلي ذهب، يقول لك لا ده ستانلس مطلي ذهب، بعد كده بيقول لك لا ده سكراتش ريزيستنت، يقول لك. فالكلام ده كله بيحاول هو يعلي من سعر الشنطه، فاهم قصدي؟ بس في الاخر بالنسبه لي انا شايفه دي حاجه ذهبي، فاهم قصدي؟ او دي حاجه اوكسيديه، اقدر افرق ازاي من غير ما ابوظ له الشنطه؟ المره اللي فاتت كنا هنحرقها، المره دي بقى هنعمل لا إيه؟ بص الهاردوير عموما حتى في الالوي الواحده انا في جريدز، في درجات. انا استخدمت ستانلس ستيل، استخدمت براس، استخدمت زنك الوي. التكنيك اللي انا هستخدمه عشان اعمل الهاردوير ده حلو في جريدز. فانت مثلا بالنسبه لك انا مش هقول دي ماتيريال ايه ودي ماتيريال ايه، بس الاثنين دولت حلو، فيهم الذهبي، فيهم الشكل الذهبي. دي موريتش، دي شكلها احسن من دي شكلها شيب قوي، مش بتاعتي. بالظبط. ما علينا. انا هنكر اقول ليه مش بتاعتي، ان شاء الله خد دي بتاعتي، دي حلوه. اوكي هي دي كده مثلا. ده اي رابط ان هو براس كده هو كده انت لازم هم اللي يقولوا لك، انت مش هتعرف يعني. لان كده انا مش هقدر اعرف النوع. بص انت ممكن تعرف حاجه واحده، الكاست ايرون اللي معموله من معدن وخلاص. دي على طول المغناطيس هيمسك فيها. اوكي. بس الفيل بتاع الماتيريال ده مثلا في الهاردوير اللي هي الحاجات دي حلو، امسكها لو حسيتها ريجيد كده جميله، صوتها بتسمع فعلا صوتها. بتحس فرق. يعني مثلا انا عايز اجيب حاجه تانية ممكن ايه شنطه دي صوتها خفيف. انا فاكره ان انا دي، بص هي نفسها كشنطه دي باينه قوي ان هي في الكاميرا حتى اصلا دي خفيفه قوي، بس هي كسوست يعني هو اصلا ده اصلا يعني ما ينفعش امسك كده. انا ليه هم عاملين كده؟ هو بس خلينا ايه بيوسعوا بق الشنطه شويه يعني دي حاجه بتاعتي انا بقى، دي حاجه انا كده عادي، ما انا في حلول بس يعني نعملها. اوكي. فهنا كده مثلا انا بتكلم في السوسته دي باينه قوي ان هي خفيفه، مش هاي كواليتي يعني بس هو طبعا قيمه مقابل سعر. انت وانت بتشتري في النهايه تشوف انا القيمه انا دفعت كام في ايه. عشان انا مثلا لو لقيت دي شنطه انا جايبها مثلا 1000 يورو او حاجه، لا طبعا لا على فكره باي ذا واي في جاكيت منزلاه رالف لوين اي جس حلو، الزراير بتاعته بلاستيك، وهو جاكيت مش فاكر ب 1000 يورو او حاجه زي كده. لا يا خرابي يا خرابي يعني ليه البلاستيك ده كده وانت عامل حاجه كشمير، جاكيت كشمير، حاجه بشعه يعني عموما. فالفيلينج بتاع الهاردوير انت تمسكه تحسه هو مش هقول لك تقيل، لان التقيل ده مش شرط ان هو الكواليتي، بس هو السنس بتاع الفيلينج. الحاجات الهابتكس بتاعت الحاجه نفسها بتحسسك بقيمه الحاجه. العربيه البوتونز انت مثلا بتستخدم اي حاجه فيها كليكنج وكليبنج كده، الصوت بتاعها ده اصلا اتس انجينيرد. يعني انا بيبقى عندي معمل صوتيات بخش فيه بجد والله. لا يعني الهاي اند بقى الناس الليجنت. انا دي المفروض ان هي ريسيرش اند ديفلوبمنت بتاعي دي المفروض ان هي ايطاليان ديزاين خلاص. ادي الاكسسوارز بتاعتها. حاجه ثانيه برضه كويس ان انتوا واخدين الشنطه دي، افتكرت حاجه مهمه. الكاستمايز والانجريفد الهاردوير نفسه حلو. دي بتخلينا نعرف ان هو عمل الحاجه دي بنفسه، هو عملها لنفسه، هو كاستمايز لنفسه، ما جابش حاجه موجوده في السوق وقال يلا اشتغل عليها. انا مش عارف يعني ممكن تاني الشنطه دي حلو، السوسته دي بس مثلا نقول على حد تاني مثلا السوسته دي جنرال قوي. فالجنرال ده يعني عادي تقليدي. انا كواليتي عايز امسك حاجه برضه. الشنطه هي ستيتمنت، هي انا بجيبها يعني طبعا اضمن كده انا فاهم بقى، فلازم يبقى معايا حاجه مش مع حد. فالحاجه اللي مش مع حد الهاردوير دي مثلا عشان تكستمايز حاجه بتبقى بالافات، يعني مش بالافات كفلوس، بالافات انت بتطلب كميات الافات، فما يقدرش عليها غير حد يكون عارف قيمه حاجه. انا هجيبها وهستخدمها، مش حد لسه بيتست، مش حد لسه بيجرب، مش حد لسه بيتعلم. اللي بيتعلم او اللي بيجرب هيستخدم. يعني احنا لما بنشوف شنطه عليها اتس اون لوجو او امبلم او اي حاجه من الحاجات دي، خلاص معنى كده ان هو صارف ومكلف على موست لايكلي. ليه؟ لان ده هو براند شنط، هو مش براند هاردوير. حلو. فانا بالنسبه لي شوف هاردوير كويس، هي ديد انفست في الهاردوير، بس مش شرط ان هو بيكون بيعرف يعمل كل الحاجات التانية صح.
ممكن يبقى الكرافتمان شاب بتاعته مش لذيذه، ممكن يكون الاستراكشر بتاع الشنطه ماسكتها وجسمها نفسه مش جميل. حلو، دي حاجات تانية احنا بندور عليها. يعني مثلا الاستراكشر بتاع الشنطه في هنا مثلا، دي مثلا البورد دي حلو، في دي انا بحب في دي قوي. ايوه دي اوكي المفضله. دي طريه من تحت. ما تزعليش، انا بحبها جدا. ما هقول لك بص، يعني شايفه الرجول دي عموما عملوها عشان تحمي الشنطه. الشنطه اصلا يعني هي اصلا معديه الرينج بتاع الشنطه نفسها. حلو، فده اكسبوز للسيرفيس اللي هتتحط عليه. اوكي، فهنا الاستراكشر يعني قصدك ان الرجل المفروض تبقى اعلى بكتير من الشنطه علشان لما تقف ما تبقى الشنطه تقف على الرجول، ما تقفش على ما تقفش على الشنطه في الاخر. اوكي. لكن هنا مثلا هنا انا حطيت رجول وهي ستاف، فانا مع انها اعرض واكبر بس لو حطيتها كده الجلد مش لامس الارض. اوكي تمام. فده مثلا الاستراكشر بتاع الشنطه. فدي الحاجات اللي بتحاسب عليها البراند نفسه اكتر من الهاردوير. الهاردوير هو حاجه بيشتريها جاهزه او بيكستمايز في مصنع تاني. اوكي، حاجه زياده، حاجه يعني مش هي دي مش شغله الشخصي. انا وريني شغلك في الكرافتمان شيب بتاعتك، في الديزاينز، في الاستراكشر، في الحاجات دي، في شغلك اللي انت عملته ان هاوس. وريني شغلك ان هاوس، ما تورينيش شغلك اللي انت عملته عند حد تاني. فموست لايكلي انا دفعت فلوس كتير، مش هعمل حاجات رخيصه. اوكي، مش هعمل شغل رخيص لان انا دفعت فلوس كتير، مش هعمل كرافتمان شيب رخيصه. والا انا بقى ما عنديش بقى كواليتي كنترول، دي قصص ثانيه بقى. بس انت بتاع جوده. بص يعني هنا كده حلو، الكيرف ده كده ما ينفعش، المفروض ان هي تنزل ستريت على طول. دي كرافتمان شيب. دي انا حاسب عليها البراند. دي انا اقول له انت حاجتك انت قابل بالجوده دي او مش قابل بيها. حاجه ممكن تفرق مع العميل بتاعك. حلو، خد بالك برضو ان هو الرينج بتاع الاسعار بيفاري قوي، فانا مش عايز استريس براند ان هو يعني لا، ما ركزتش في حاجه زي كده. بس هو لو مثلا ده دليل على ان هي حاجه هاند ميد، وفي دي حاجه تفرحني انا كزبون. ما هاند ميد، لا ما هو هاند ميد في ميستيك، ما هاند ميد ليه اصلا؟ يعني مثلا انا بلاحظ هم بيعملوا ايه. بصوا هنا ستيتشنج انكونسيستنت اللي هي الغرز دي معناها ان هي متخيطه يدويا. فالله دي حاجه حلوه. بصوا دي الغلطه دي دليل على ان هي هاند ميد، فاهم؟ لا هو انت مصنع او انت براند او انت حاجه، انت بتحافظ على الكواليتي بتاعتك. يعني من المشاكل مثلا او الحاجات اللي الناس بتلوم عليها مثلا في براندات كبيره ان هم ما بيستخدموش توب جرين على طول. هم بيستخدموا ما بيستخدموش فول جرين، بيستخدموا توب جرين بس. التوب جرين انا شلت السكراتشز او البصمه بتاعت الحيوان على الجلد. حلو، وحاولت اخليها كونسيستنت اكتر. انا بحاول دايما ان انا بنزل منتج يفضل كونسيستنت في الكواليتي بتاعته على طول. ما فيش حاجه اسمها inconsistent weaving او inconsistent اي كلام. ده كده انت شطور لكن ايه ده حضرتك؟ انت بتعمل منتج. فمنتج يعني كواليتي، يعني بتراقبه، بتشوفه بينزل ازاي، بيعمل ايه، هاوس بيهيف، تاخد عينات من الماركت، من الاند. الشغل كتير قوي الكواليتي ده، ودي يعني صعوبه. عشان كده بقول لك انا حاسه انها حرام. يعني انا شايفه ان هي مش باينه، انت بس شفتها. هي لزوزه كده كده. لسه هقول لك يعني هي كفكره حلوه. دي حاجات كنت سالتيني على الشنطه عشان انا ما انساش الشنطه دي. دي اوكي. برضو الستيتشز دي او الايدجز دي، بصي كده. لسه هكلمك على الستيتشنج بقى، ما احنا لسه هنتكلم في الستيتشنج، فنتكلم عنه اكتر مع كل ماشي. اوكي، مش مع كل شنطه بس ايه كفكره. ماشي اوكي خلاص. يعني مش عايز اقول حاجه على الشنطه دي. لا يا مش الدرجه دي، لا خلاص بتحبيها خلاص. اصلا شايفاها انا الوحيده اللي شايفاها يونيسكس. جوزي مش مقتنع. يعني انا شايفه ان هي ممكن يشيلها عادي كده ويحط فيها حاجته كلاتش كده لذيذه. فبقنعه بيها بالشنطه دي. يعني هيقتنع. وهي على فكره لونها لذيذ، يعني لونها لذيذ جدا. بس هو لو قال لي لو مش هتشيلي اللابتوب يبقى مش هتشيلي، قصدي الايباد، يبقى ما خلاص حرام يعني. هشيلها ليه؟ اشيلها ليه؟ صح. فكرك هتمسك الستراكشر بتاعها ولا لازم اديله حاجه فعلا تكون متبطله بس هتبقى تقيله؟ بصي الاستراكشر مش معناه ان انا عامل حاجه جامده قوي حجر. حلو، لا الاستراكشر نفسه يعني هو انا عايزه، هو تارجت بالنسبه لي قد ايه. مثلا في الفوليو مثلا اللي هو بيبقى حاجه كده كتاب. حلو، انا بحتاج الاستراكشر دي. هنا التارجت بتاعي ايه؟ فالاستراكشر بتاعي مثلا هنا انا عامل الشنطه دي، انا حطيت فيها حاجاتي مثلا. فدي حاجه بتضايقني، بس انت تقولوا لي بقى انتوا بتضايقكم انتوا كمان ولا لا، ان انا اشوف الحاجات طالعه باينه كده. في كلاتشز في العموم، في حاجه مش لذيذه. انا بالنسبه لي لا، حط لي بورد حلو معين او كارد بورد او اي حاجه حلو، اقفلها معينه بحيث ان هي لما يتحط فيها حاجه توسع. لا هقول لك انا لكن ما يبقاش انا واخده بالي من الفرق ده. هي مش مساله بقى انك تحط في الجناب، لا الفكره كلها انت تديني هنا سنتي واحد بس عمق للشنطه. ده اللي هيخلي بالظبط، ده اللي هيخليها توسع من غير ما يبان ايوه صح حاجة. انا بصيت اهو، فهمت قصدي؟ ده اللي هيخليها توسع من غير ما يبان كده قصدك بالظبط كده. اديني بس كده حته خلاص، حركه
لما احط الشنطه هي اللي توقفها كده، هتوقف فاهم قصدي؟ بس في فاهم. ساعتها اي حاجه احطها حتى لو وقعت تحت هي مش هتسلاوتش معايا، هي هتمسك نفسها سنه صغيره. دي طبعا بقى خبره يعني كذا سنه في شيل الشنط يعني. الله عليك الله. والله العظيم. لان مثلا على اون ذا اذر هاند هقول لك بس الشنطه دي انا بحبها جدا اوكي جدا، هي برضو من اوائل البراندز المصريه اللي انا اشتريتها خلاص. أوكي. وكان عاجبني قوي. بص ده يعني زي ما انت عايز بالظبط، بص قايلها من غير رجلين بس زي ما انت عايز طب بالظبط وريني. اهو. ماشي. مشكلتي بقى معاها ان هي إيه؟ اتس فيري بوكسي، الايه؟ فيري بوكسي بتوجعني وانا آه. ماشي. انت فهمت قصدي؟ جنبك. لو شلتها كده او شلتها كروس اه بتخبط ستيف قوي. ستيف جدا، بس هي تحفه فاهم قصدي؟ كستراكشر وكلون وكستitching وكل حاجه بالنسبه لي انا ككاستمر 10 على 10. خلاص معايا طبعا هي ما بتقفلش كويس يعني ممكن حاجات تقع منها عادي الحته دي خلاص الحته دي بس كده، لكن غير كده هي تحفه. يعني تيجي بقى نلبسها، نيجي بقى ساعه اللبس. اوكي. دي حاجه بقى اللي انا يعني انت كمفروض كخبير موضه تبداوا تركزوا بيها في الفانكشناليتي. اوكي خلاص قولي لي. ما تطلعوش الحاجه غير لما يكون الكاستمر جربها على الاقل شهر ك بيرسونال يوز. هو في حاجه ارخص احنا بننزلها تجربوها وتقولوا لنا الفيدباك بتاعتكم. بس هيبقى عملت منها كتير. هو بصي انت مش عملت منها كتير. هو انا انا اقدر استحمل ده ولا لا كبراند؟ اوكي. انا اقدر استحمل الار ان دي ولا لا؟ اقدر انزل يعني افضل ما اكسبش مثلا في سيزون او يبقى عندي كفر. اوكي. فدي بتبقى بادجت زياده برضه عشان نكون واضحين. اوكي. حلو. فبيبقى في دايما ستيكينج للديزاينز اللي المتعارف عليها اللي بنستخدمها دايما على طول ما بنغيرهاش. ايوه فاهمه قصدك. فاهماني؟ فده بيمشي فيه. البراند اللي بيعمل حاجه زي كده حلو بيبقى براند ترفع له القبعه ان هو الار ان دي بتاعته شغاله مظبوط، بتجرب الحاجه بتست تقعد تستخدمها فتره حلو عشان تعرف هي كويسه ولا لا. تمام. وهاو اتس بيهيف مع في الحياه اليوميه. لا صوته مش بس في الاستوديو جوه او في المصنع جوه شكلها لذيذ يلا نزل بيها. بالظبط حصلت مع اكتر من حاجه. يعني انا مثلا الشنطه دي طبعا بحبها جدا. اوكي. جدا خلاص. عندي اختين دي. اختين دي حبيبتي. يلا بينا. دي حبيبتي دي خلاص بحبها جدا جدا. بس انا عندي مشكله ان هي لا يمكن تحط فيها حاجه. يا دوبك يا بص ما تحطش موبايل ابدا ابدا. والله تعالي نجرب كده. حط كده بس مش طب وريه لهم كده. بص استنى. هو بالعرض بقى انا كده ببص اهي. بص اهي. ده معمول للناس. ما لسه هقول لك. ففي يعني حاجات كده فانا بحس ان انا كده كنت توسعوني عشان خاطر انا عشان الموبايل 2 سم بس على قد على قد 2 سم مش عارفه اشيلها. فاهم قصدي؟ وحاجه ثانيه كمان ده لا يمكن يكون ده جلد طبيعي بس مش جلد طبيعي بس. اسمه ايه بقى الفينش ده؟ وركز فيه في ايه علشان ما يبصش. طيب انا عشان ايدي انا كنت عشان كده قلت لك هاتي جلوفز بس خلاص يعني احنا ماسكينها كده. لا بص انا عندي هنا ذهبي وعندي هنا ذهبي. يعني ده ذهبي وده ده احنا عندنا مقارنه لذيذه بالظبط كده. انا عندي وبراندز مصريه جميله جدا. طيب. عامله شغل حلو قوي. يلا نشوف. يلا مقارنه. يلا بينا. فده ذهبي وده ذهبي. ماشي. بصي الجولد امبوز هنا تمام مكسر. اوكي. يعني هنا شايفه التكاسير دي. مش حاجه في الديزاين نفسها يعني. التكسير ده لا التكسير ده بيجي ممكن انا جولد امبوز حلو. انا جبت الجولد بليت هعتبر ان هم استخدموا جولد بليت على طول. يعني السطح لو ما كانش ناشف كويس الصمغ اللي بستخدمه ما كانش قاعد الفتره المناسبه بتاعته. اوكي. يعني الليبر اللي شغال على الشنطه حلو ما استناش وما اشتغلش بهدوء هيطلع الكسرات دي وحتت اللي تحسها هوا. انا فاكره ان ده جزء من الديزاين. الايه؟ انا فاكره ان ده جزء من الديزاين. يعني هم ممكن يقولوا زي بتوع انكونسيستنت ممكن يقولوا الكلام ده حلو براحتهم يقولوا اللي هم عايزينه. بس باي ذا واي حاجه تانية ان انا يعني دي انا لسه شايفها حالا. وريني. بصي كده شايفه الخياطه دي قبه. اهي هنا كده اهي. بس الخياطه دي كده اهو ماشيه اهي هنا كده وقبه كده. ده مش عشان البطانه، مش عشان هي ماسكه البطانه بقبه كده. ما هو انت ماسك البطانه انت دي خياطه زياده يعني. دي اصلا اللي اشتغل وهو مستعجل فما ينفعش اللي انت عملته لحضرتك. اوكي. يعني دي حاجه مش ككواليتي مش مقبوله في الشنطه. تمام. فدي يعني الجولدن بوز ده ايه ده؟ ايه ده؟ مش بتاعتي يعني اي شنطه تقول عليها وحشه اقول لك مش بتاعتي. يعني ده جلد ده مفيش فينش. ده رو ايدجز خالص مفيش فينش مفيش اي حاجه. هنجيلك لا ما تزعلش الناس مني. هنجيلك لا يعني مش حلو خالص. اوكي. هنا مثلا الجولدن بوز كونسيستنت اكتر. اوكي. حلو. دي حاجه جود فور ذم. الشنط دي عموما لازم ما تتعرضش للرطوبه خالص. اوكي. يعني احنا طبعا الجزء بتاع الحفاظ على الشنط ده هنتكلم فيه اكيد يعني. كده بس هي وايدك ما تلمسهاش.
نعم. يعني ايدك ما يعني ايدك ما تلمس، ما عشان كده والله العظيم انا عارف. ايدك ما تلمسش. بص الجولد انفوز لما باجي اشيله حلو، انا ممكن استخدم زيوت عشان اشيله. انت ايدك بطبيعتها فيها زيوت، اكيد فالتاتش ده يقدر طب بس تحطها. يقشر الجلد نفسه. حطها لو سمحت. فيعني نشتري يعني شنطه ذهب على طول مره دي شنطه واحده، يعني ذهب، سهله والله يعني. العظيم هو ده اقل حاجه سعرها عندنا فعلا كان داخل على الذهب يعني. حالا تشتري شنطه كلها ذهب وخلاص يعني. 24 قرات يعني هيكون بقى معقول تبقى يعني، بكام؟ يعني رقم معقول تبقى عادي رقم نشتريه. معقول بس. اوكي في قولي. حاجات من ضمن برضو اللي كنت حابه اتكلم فيها الفانكشناليتي بتاعت الشنطه. اوكي خلاص، يعني انا بالنسبه لي دي هي شنطه اوكي جميله جدا في الصيف وفيها الجزء الرافيه ده الناس كلها بتتكلم عنه أوكي. دلوقتي وكل حاجه، بس هي شنطه يا جماعه اول ما همسكها وتقع مني تروح موقعه كل حاجه. ان هي ان هي مفتوحه ما فيش بالظبط، مفيش سوسته، مفيش سبورت، مفيش فاهم سوستة. قصدي؟ فالحته دي نفسي يعني من ضمن الحاجات اللي انت أوكي. بتقولها مع اي براند تشتغل معاه ان شاء الله بعد أوكي. كده، لا يا جماعه الشنط لازم تكون تبقى شنط تبقى شنط بتتقفل. تبقى خلاص شنط بالظبط كده، يعني دي رغم ان انت بتقول عليها فيها وفيها، بس انا بالنسبه لي لا دي تمام قوي، دي سوسته على الاقل بحط على فيها الاقل حاجتي بحط فيها حاجتي وانا مطمنه ان انا بستخدمها مش هخاف عليها. انت يس. فاهم قصدي؟ فدي بالنسبه لي رغم ان احنا متفقين ان هي شنطه يعني مش احلى هو انا كواليتي متخيل دي مثلا لو فيها الميك اب او الحاجات دي كلها خلاص وقعت اتفضحت في نص وبعدين الواحد بيقع منها موبايل، يقع منها حاجات فالي، ونفس اوكي الحكايه هنا. خلاص دي شنطه انا بحبها جدا على فكره، انا بحبها جدا بغض اوكي النظر عن اللي انت هتقوله. اوكي خلاص اوكي. بس هي يعني كان المفروض يبقى فيها. هي دي مش جلد عموما كده لا دي مش كده؟ جلد، لا اوكي انا جبناها في الاخر عشان كده. ماشي اوكي. خلاص بس يعني دي بالنسبه لي عايزين اقفلوها بقى، ما هي ستريتشي كده، ادوها بقى، ادوها في في حاجه لقيتها، في حاجه لقيتها صح. بصي يعني مثلا الامبراري دي حلو، الامبراري دي فيها فراغات حلو، انا ما ينفعش لما اعمل امبراري الحاجه اللي وراها تبان، هتقول ان هي عشان انا عند الاستيك ماشي اهلا وسهلا، اهو تحت اهو باينه كل السواد اهو بيبان حلو. ما ينفعش يبقى الامبراري دي لوز. انا بتحاسب في الامبراري على ايه ككواليتي حلو، على الدينستي بتاعتها، هي بتاعت الخياطه كثافتها. انا ما ينفعش اشوف اللي تحتها. ممكن مثلا هنا لا دي مش الاصفر دي دي مش مش دي مش تمام، انا عادي بالنسبه لي ده ديزاين حلو، بس انا هنا في البتاع ده دي ماشين بتطلع دينستي معينه، فانا لازم اكون عارف انا بستخدم انهي دينستي لانهي شنطه الحاجات بتاعتي. بس هي شنطه كيوته يعني، هي دي بحبها جدا، انا بحبها جدا، لذوذة بس قول عليها اللي انت عايزه، ده بقى ده اللي بنتكلم فيه بقى ايه في الحته بتاعت اليوزر اكسبيرينس، اوكي. اتكلم عليها زي ما انت عايز. خلاص ايه ده؟ ساعه التنفيذ انا بقى اللي هحبها بقى. دخل تاني دخل لا دخل عشان انا عامله فيها حركات. اوكي. دي معموله ايدها واسعه قوي، الكروس بتاعتها واسعه جدا، فانا رحت ماسكاها بدبوس علشان اعرف استخدمها براحتي، بحيث تبقى تيجي تحت هنا تيجي ما تبقاش. لا انا بقى لا ده انا بغير في شورت، لا ده انا كنت نفسي ورا اوريك انا بعمل ايه في الشغل من تحت ده ان هاوس بالظبط كده، بمسك الشنطه اللي هي تبقى بتاعتي، يعني الشنطه تبقى بتاعتي. طيب دي تجربتنا الشخصيه في اكتر من شنطه زي ما احنا تقريبا غطيناهم كلهم. خلاص لو انا حد لسه هبدا ابني دولابي زي ما بيقولوا خلاص. لا انا هتكلم من ناحيتي انا ككاستمر. انا عايز اسمع انا عايز اسمع انا هبني دولابي خلاص، ابص على ايه وانا بشتري، علشان انا عايزه يبقى الستايل بتاعي اولد ماني، الستايل بتاعي تايمليس، الستايل بتاعي كلاسيك، الستايل بتاعي ما يجيش كمان 10 20 سنه اقول يا ريتني خلاص. وفي نفس الوقت ما اقولش ايه ده، لا ده كان حاجه برضه يعني هي انفستمنت برضه بشكل من الاشكال. فاقول لي ابص على ايه في الشنطه عشان اقول ايوه الشنطه دي مستاهله سعرها ايا كان سعرها، بس بالنسبه لي انا كنهى اقول الجمله دي مستاهله سعرها، انا هشتريها واكمل معاها امري كله. ابص على ايه؟ ماشي بصي، انت عندك السعر. السعر ده بيجي من الستيتمنت بتاعت البراند نفسها. انا ممكن ابقى براند ما بعملش حاجه واو قوي بس بحط سعر عالي. طيب انا ممكن زي ما قلت لك الجلد هو الحاجه الاساسيه في الشنطه وهو اللي بيحكم، والكرافتمانشيب بتاعتها. فانا كرافتمانشيب مثلا انا في شنطه هنا كنت مسكتها كانت فيها مصيبه حلو تقريبا هي دي يس. يعني بصي كده مثلا هوريها لك وبعدين اوريها للناس. شايفه الخياطه دي حلو ماشيه كده وفي فراغ هنا، تمام هنا انت بتاخد بالك من التفاصيل. ما انا بقى قاعد بقى ايه اشوف هنا، لا هنا ماشيه ومكمله ومكمله خالص تمام. في حته تانية فين يا ربي؟ ثواني بص انا هطلع لك كل حاجه في الدنيا. شكرا ففي انكونسستنتي في الخياطه مثلا او الحاجات دي كلها. انا بالنسبه لي دي حسب على البراند، يعني انا احسب هو البراند بيشتري الجلد حلو، يعمل ديزاين وبيديها للمصنع يصنعها او يشتغل هو عليه. اصلا انا ما وريتكش على الكاميرا حلو. الخياطه اهي دي حته صغيره قوي، دي فاضيه خالص صغيره قوي يعني مش مكمله. هو واخد الخيط بالجنب كده
هنا لا، هو هنا مكملها، هو هنا الخيط مش بيقطع الشنطه، بالعكس كده. فدي كرافتمانشيب. ما هو انا شخص بياخد فلوس وبيشتغل وبيخلص الحاجه دي حلو، هو الجوده اللي وراه مش كويسه، فبيبتدي بقى يريح نفسه وما يشتغلش يعني الشغل زي ما الكتاب مع ان بيقول. انا بالنسبه لي كفانكشناليتي شنطه 10 على 10 يا باشا، اه والله يا باشا العظيم. براحتك. بتقفل وبتتشال توب هاندل، وفي نفس الوقت توب هاندل ده لما اجي اشيله كلاتش بيقع، ولو شلته كروس هي برضو ليها هاندل كروس هاندل، فهو ما بيضايقنيش يعني، ما بيبقاش واقف هنا كده. وكمان عامل لي من جوه هنا 2 ماجنس او الكبسوله خلاص بتوسع الشنطه، تخليني بقى احط فيها يعني هي شنطه كيوت كده بس لا تموت بس نينجا بالظبط كده، بتشيل، لا بتشيل خطيره يعني. هبص شايف لما وسعناها يعني ممكن احضر بيها يوم كامل مثلا شغل وحاطه فيها كل حاجتي. اوكي نايس جود. استني كده اشوف حاجه. طب انت دي ما ضايقتكيش ان هي لوز كده؟ يعني بصي الشنط دي صح حلو، بتيجي في حته ايه؟ يعني الحته ان هو اتاشت اصلا ولا يعني لا؟ مشكلتي ان هي ما كانتش بسوسته يعني كنت زعلانه هي من جوه مش بسوسته، فاهم قصدي؟ ما هو بصي انت الكفر بتاع او اللسان بتاع الشنطه نفسه حلو مغطي، فانا خلاص قافل. لكن احنا مثلا الشنطه دي لازم يبقى فيها لا انا بالنسبه لي الحاجه وقعت، انا حركت حركه مثلا مفاجاه او حاجه لا فرمله العربيه اول حاجه انا كنوها اول حاجه بعملها هي فرمله العربيه. الاقي حاجتي كلها الشنطه والله العظيم بخاف عليها زي عيالي بالظبط، اروح عامله كده قبل ما بشوفش الشنطه. بالظبط كده. يعني دي حاجه تبص عليها ان هو انا ممكن اغير حاجه في الديزاين، بس انا في النهايه انا بحقق نفس التارجت بتاعي ان الشنطه شنطه. الفينش ده مهم قوي، احنا ما بنتكلمش عليه ليه؟ اهي دي اللي كانت مضايقاني. بصي هم كلهم، هو في كذا واحده مضايقاني. دي على قد ما انا بحبها بص لان هي براند مصري بقاله سنين يعني، فاهم؟ الفينش انا بتكلم على الفينش او الورنيش ده حلو، ده المفروض يبقى ايه؟ المفروض يبقى بيلمع يعني، بصي كأنه حاجه تحفه، حاجه جميله. هو هنا مثلا المفروض ان هو بيبقى ماشي كده بالراحه، لكن هنا هو ظاهر هنا في الجنب ده. ايه ده مش جزء من الديزاين بتاع الشنطه؟ لا ما ينفعش يبقى جزء من الديزاين بتاع الشنطه. هو الجلد ده انا بجيبه بمشي بفرشه كاني رسام فنان، بمشي عليها كده واحده واحده بعمل الورنيش بتاعي. ما ينفعش يبقى فيه يعني مثلا في حته كده كانت فين يا ربي، هنا كده اهو حلو. هنا اصلا حتى في الديزاين بتاعها لا يعني خلينا نقول ان هي ديزاين حلو، لا هي هنا اهو الورنيش طالع فوق شويه، مش ماشي حتى كونسيستنت. انت ما ينفعش تقول عليها حتى كونسيستنت في الحاجات دي. ليه دي هاند ميد؟ هاند ميد دي مش هاند ميد. كل ما ننزل بقى لا هي مش هاند ميد، يعني كل ما ننزل نقول دي هاند ميد عشان كده فيها غلط. لا ما فيش على فكره، هاند ميد دي كلمه يعني فيج قوي، واي حد ممكن يقولها على اي حاجه حلو. لان مراحل التصنيع فيها شغل باليد، فانا اقدر اقول كلمه هاند ميد، ودي كلمه لا يحاسب عليها القانون. لا يحاسب عليها القانون. انت الكلمات اللي انت بتدور عليها الكلمات اللي يحاسب عليها القانون. اللي هو مثلا انا بشتري تيشيرت قطن فهو 100% قطن، هو ما ينفعش يكتب يعني يبقى بوليستر مثلا يقول عليه قطن. دي يحاسب عليها القانون ويروح في قضيه، يروح ورا القضبان. حتى في مصر عادي، حتى في مصر طبعا، ده في الدنيا كلها ماشي. بس من دوله لدوله في حاجات، مثلا كلمه ان انا استخدم جينوين ليزر دي تستخدم على حاجات معينه، ما تستخدمش على حاجات معينه. ان انا استخدم كلام الهاند ميد دي كلمه مفيش ملكه ليها. مفيش ملكه ليها، فهمت؟ مفيش ملكه ليها. اي حد ممكن يقول انا عامل حاجه بتاعتي هاند ميد، مع انت اصلا في بني ادم بيشتغل هاند ميد بيشتغل بايده بس عادي. فاللي بيفضحهم الكواليتي، لان انت لو هاند ميد ومطلع كده فانت مشغل هاند ميد رخيص، انت جايب واحد عشان تقول كلمه هاند ميد فانت جايب واحد رخيص يشتغل حلو. لكن انت لو شغال حاجه بروفيشنال الهاند ميد دي هتطلع كواليتي مهمه. انا بالنسبه لي لا يفرق معايا هاند ميد ولا تقولي. انا الناس مش شايفه الهاند ميد، الناس شايفه الشنطه بتاعتي. الشنطه بتاعتي عامله ازاي، هي اللي بتتكلم عن نفسها. مش هقول لهم لا والله دي هاند ميد، لا مش هقول لهم والله دي هاند ميد. دي شنطه، وريني نفسك في الشغل، ما تورينيش كلامك على الموقع. احنا بنتكلم على كواليتي الجلد، بنتكلم على كواليتي الجلد، ويفضل الجلد الطبيعي يعني. ولو انت الاخلاقيات خلاص يعني حتى 100% مثلا مشروم او حاجه فيجن ليزر، صح كده؟ لكن نبعد عن البي يو ونبعد عن الفول ليزر والكلام اللي هو اللي بيبيع تمام. تجيبيها يعني هتجيبيها اللي هي نفس الفكره، هتجيبيها تحطيها يعني شنطه الميك اب محطوطه في الدرج. خلينا نتفق ان لازم في حاجات هجيبها فاست فاشن، يعني لازم في حاجات نازله موضه انا لازم اجيبها، هتعيش معايا سنه او سنتين ما تخصنيش. انا فارقه معايا ان انا جايبها دلوقتي حالا كانوها علشان اواكب الموضه،
بنسمع وي دونت جادج يعني. انا عارفه. اي دونت جادج. بص احنا كلنا وقعنا في الغلطه دي واحنا صغيرين كلنا، يعني في فرق سن انا عارفه، بس وانا صغيره خلاص يعني ايه مش جايبه حاجه زي اصحابي، فاهم قصدي؟ دي كانت غلطه بنقع فيها كلنا. بحاول دلوقتي اتفاداها مع لارا مع بنتي خلاص، ان هو لا يعني استمتعي بالكواليتي علشان هي دي اللي هتعيش معاكي بعدين، وهيرجعوا يقولوا انا اول مره شفت الشنطه دي كانت لارا لابساها، لان الفاشن سايكلز لسه لغايه دلوقتي ايه قائمه، وهي مش مصدقه ان الشنطه دي اللي انا مطلعها لها دلوقتي دي كانت عندي من 20 سنه. تقول لي ايه دي لسه نازله موضه دلوقتي؟ قلت لها دي عندي او عند مامتي بقى لها 20 سنه او اكتر، فاهم قصدي؟ فهي مش فاهمه فكره الفاشن سايكل. بدات دلوقتي علشان انا ومامتي بنحافظ على حاجتنا، ان لا ده اللي بيعيش، ده اللي بيكمل. فاحنا بحاول ان انا اجيب لها الحاجات الموضه دي باسعار ما نزعلش انا وهي من بعض، وفي نفس الوقت انا اشتري الحاجات اللي هي فعلا تعيش. ستيتمنت. انا بدات الموضوع ده مش هقول لك متاخر، بس يعني مش اون تايم، يعني لو بعد ما الواحد بيوصل سن معين كده بيبدا يبدا يركز بقى، ينضج. بالظبط زي ما انت قلت كده، بتمسك ايه ده الاكسسوارز دي، انا فهمت ان دي احسن من دي، فهمت ان الفينش ده احسن من الفينش ده، فهمت ان الديزاين ده فانكشنال بالنسبه لي اكتر من الديزاين ده. على فكره هقول لك على حاجه، دي سكيل عند المامهات كلها. في سكيل ايه؟ ان هم بيفصلوا. هم ليه بيخشوا المحل وبمنتهى الثقه انت حاجتك دي ما تلزمنيش ليه؟ عشان هو مسك، هو عارف الكويس عامل ازاي. يعني مثلا لما اخش محل حلو، وانا كنت لسه بشتري صوف يعني امبارح عشان اعمل بنطلونات لوالدي حلو، فبجيب فبيقول لي صوف واتفضل يا فندم وبتاع، قلت له معاك ولاعه؟ اول ما سمع كلمه ولاعه قام لمح حاجه ثانيه عشان عارف ان هو حاجته بوليستر، فقام لمها وقام طلع لي الحاجات الصوف الحقيقي حلو. فانا من الاول عارف ملمسها، بس عشان اثبت له فانا طلبت طلب الولاعه، فهو عارف انا عايز ايه. انت مصر تولع في الحاجه، ما هو ده التيست انت مصر تولع بالاستئذان. لو ما فيش استئذان يعني في الملمس، في الحاجات دي كلها، بس الولاعه دي 100% انت بتبقى شور ريحته، شكله، ازاي بتولع اصلا، النار بتمسك فيها ولا لا، الحاجات دي كلها بتعرف فيها خلاص. هي 100% انت عرفت فعلا. وفي نصب كتير يعني، فانت لازم بس يعني دي بنحاول يعني بناخد بالاسباب يعني. انت مش هتولع في جارمنت جاهزه مثلا في محل مثلا ريدي تو وير، هتاخد القطعه تولعها؟ لا، انا الحاجات دي همسكها بقى، هحاول احل بحاجات تانية بان انا امسك الملمس. هو نقدر نختصرها في كلمه ايه؟ اكسبوجر تو كواليتي بيخليك تفهم الكواليتي بالظبط. يعني حتى لو انت عمرك في حياتك ما كنت عارف الفرق، انت الاكسبوجر للكواليتي وانك تمسك الحاجه وتتاكد من ان هو ده، انت بعد شويه هتديفلوب السكيل بتاعت نوينج الكواليتي، وانك تقيمها وتحطها في الجريدز اللي تناسبك. بالظبط. هو صح كده بالظبط كده. بس خدي بالك من حاجه مهمه، عشان احنا بما اننا بنتكلم على الجلد، انت ممكن تمسك الجلد وبجد والله العظيم احنا يعني انا بيضحك عليا. يعني ببقى ماسك الحته دي جلد، فانا عشان اعرف هي جلد ولا لا، يعني بفضل اعمل حاجات كتير وبشك في نفسي ان انا هي جلد، بس لا، هي هم الفينيشز بقت شاطره قوي، الحاجات اللي بيعملوها بقت كويسه قوي لدرجه ان انت مش عارف مش قادر تميز، مش قادر تميز، لو هتعيش خلاص، فاهم قصدي؟ مش قادر تميز هي جلد طبيعي ولا لا. فدايما اسال الريتيلر، وانت لما تديفلوب علاقه مثلا في مكان معين مع ريتيلر معين، هو بيبتدي نفسه يحترمك وبيجي يتعامل معاك ويقدم لك الحاجه الكويسه اللي عندك. صح. حلو. فقول له دي جلد طبيعي ولا لا؟ صح. هيقول لك جلد طبيعي يا فندم. تقول له طيب ماشي، اساله كام سؤال كده تقدر تعرف منه بالظبط اذا كان جلد. فهو هيبدا، هو باي ذا واي الناس اللي واقفين في المحلات هم مش اصحاب البراند، هو بس عايز يعني بيشتغل عادي وخلاص. هو بيشتغل عادي، فانت بتساله هو بيجاوبك باللي هو يعرفه بس. فدايما اسال، لان الجلد بقى فيه تريكس كتير قوي. هنبص على الستيتشنج عشان لو حد قال لك هاند ميد يبقى احنا لازم نبص على الستيتشنج. يعني ممكن اوريكي ستيتشنج هاند ميد. هنبص على الاكسسوارز، هنبص على الاكسسوارز ده اكيد. الهاردوير يعني بمعنى اخر، سواء اللوجو والامبلم السوسته. يعني بص انا ممكن دي اول ما تشوفها انت مش محتاج تسال، هي الستيتش دي تحسها زي الموجه كده شويه، دي بتعرف على طول ان هي هاند ميد ستيتشنج يعني. حلو. لكن الحاجات اللي هي الصغيره دي الحاجات الصغيره دي لا، دي انت ما تقولش عليها، ممكن تبقى بالمكان. هنبص على مش الباتينه، هنبص على اللي هو الصبغه اللي بيعمل بيها، اللي بيقفل بيها جنب التان بقى. التان ده بقى مهم قوي، التان ده مهم قوي قوي، لان الفينش بتاع الجلد لا يقل اهميه عن الجلد. انا ممكن قطعه الفينش بتاعها دي تبقى وحشه قوي. حلو. والحلول في التان، يعني انا التان انا ممكن وريني يس. يعني مثلا التان ده حلو، ده فينش اسمه ايه؟ اسمه كريزي ووتر تقريبا. مش فاكر هم ليهم تان. لا بس عموما يعني دي مش فاكر والله العظيم اساميهم صعبه. حلو. بس هو تان من تان دي نفس قطعه الجلد، بس هنا تان طلعت كواليتي معينه، وهنا تان طلعت كواليتي معينه، طلعت شكل معين.
فالتان ده انا بشتغل بالكيميكالز اللي هو الدباغه بتاعنا، الدباغه حلو. انا بشتغل بطلع كواليتي، انا بطلع رسمه معينه، انا بطلع حاجه معينه، انا عايز اظهر حاجه بدرجه معينه، عايز ابين السكارز بتاعت التجاعيد، الحاجات دي كلها عايز ابينها بدرجه معينه، او عايز اخفيها تماما. اوكي. فانا ممكن اجيب بالتان بتاعي اخفي كل حاجه، مع ان انا مستخدم توب جرين او فول جرين حلو، انا اخبيها خالص حلو. وممكن استخدم تان معين فبيفرق معايا، وبيفرق معايا في السعر وفي التكلفه، لان مثلا الفيجيتال تان او الكومباوند تان بقى، يعني احنا في كومباوند تان، في كروم حلو تان، وفي فيجيتابل تان. الاثنين دولت بيتعملوا معروفين. اوكي. حلو. التان الفيجيتابل بيخلي القطعه ناشفه شويه. اوكي. حلو. فبنستخدمها استخدامات مختلفه. انا جس انا هاف وان. اوكي. انا ما عنديش شنطه منهم يعني انا انت مش ما اعرفش هبان في الكاميرا، بس امسكيها. حلو. اعمليها كده قوي. اعمليها كده، لا هتلاقيها ستيف شويه. حلو. على حسب الابلكيشن بتاعي انت بقول هختار. على انا هقول عليها لما تيجي اقول لك على دي كويسه، ما انت على حسب الابلكيشن ده جلد محتاج مويسترايزر، ده محتاج ترطيب. فالتان مهم. اوكي. اسف لو قطعتك. حلو. التان مهم لان هو بيحكم السعر وبيحكم الكواليتي وبيحكم التارجت بتاعي. انا مثلا بيبقى مكتوب ازاي في الديسكربشن؟ دي مثلا جلده ودي جلده، مكتوب ازاي في الديسكربشن؟ بيبقى لا هو بصي، هو موست لايكلي هو كله كروم. اوكي. حلو. الفيجيتابل تان لان هو اغلى فهتلاقيه بيتكتب، يعني مثلا لو انا استخدمت توب جرين فول جرين هكتبها في كل، هتبقى بروزه قد كده. أيوة. لكن انا لو استخدمت مثلا كروم مش هقول يعني موست لايكلي هو كروم، مش هعمل حاجه يعني. ايه تاني؟ الكومباوند ده بقى، يعني انا عايز اوصل لنسبه من النشفان معينه او تكستشر معين، فهو بحط الكيميكال الكروم وبعدين بعمل ريزاين وبعدين بحط الفيجيتابل، او على حسب التكنيكس، في تكنيكس كتير. حلو. انا بستخدم الاثنين مع بعض بحيث ان انا اوصل لفورمولا معينه. فالفورمولا المعينه دي، يعني مثلا انا هنا الشنطه دي انا بحبها، دي جميله، انا بحب الشنطه دي لو سمحت. خلاص انا حطيت فيها حاجتي. خلاص اوكي. يعني الشنطه دي التان بتاعها خفيف قوي، حتى السكارز بتاعتها، وانا ممكن اعمل كده. حلو. تقريبا اجس ان هي بقت باينه. حلو. التان بتاعها يعني خفيف قوي. انا واصل للجلد. انا حاسس الجلد، انا هشم هلاقي ريحه الجلد. باي ذا واي الريحه دي زي فيكن، زي او فيكن نت كمان. خلاص لا عادي، انت ممكن تخش مكان تلاقي كله ريحته جلد. بس البيس نفسها يحط عليها ريحه، فانت في الاغلب، وده يعني بيكسلوا يعملوا كده، شمها من جوه. وشمها من جوه الريحه بتبقى اقوى من جوه لو هو جلد طبيعي. يعني لو جيت هنا شميت الجلد الطبيعي بيبان ريحته من جوه اكتر من ان هو يبان من بره. اوكي. فاهماني؟ فهو سبراي كده. فلو هتشمي، لو هتستخدمي باي ذا واي دي تريك ثانيه ان انت تعرفي الجلد. حلو. اشم انا بستخدم السنس بتاعتي. بستخدم الفيل، الملمس. حلو. يعني دي ملمسها غير ملمس دي. طبعا دي البوكس لازم. ممكن تقول تان، ممكن تقول التان هو اللي عامل كده. انا مستخدم انالاين، مستخدم كروم، مستخدم ايا كان التان. الظهر بتاعه حلو، اشوفه هو ايه. تيست الولاعه، مش هنولع في حاجه. حلو. بشم. حلو. في تيست يعني ووتر دروب، بس ده انت تعمله باستئذانه. حلو. لان هو في جلود. برضه باي ذا واي التان ممكن اعمل في التان ووتر ريزيستنت. الجلد فيه مشكله ان هو لو في بقعه ميه مش هتفضل موجوده للابد. فعلا. طيب انا في التان اقدر احكمها، اقدر اعمل الجلد بتاعي ووتر ريزيستنت، فيبقى في الميه خلاص ما بتفضلش فيها. بتروح. فده برضه تان. التان بيأد فاليو. ده فاليو مهم جدا فعلا في الشنطه. التان بيأد فاليو مش طبيعيه. وبرضه ممكن التان يبوظ الشنطه. اوكي. يعني في تانريز مثلا، انا ادخل الهايد نفسها، الجلد، ادخله المسبغه يطلع رجعه خده مش عايزه. لا بوظه. الشخص اللي بيشتغل عليه مش محترف، مش فاهم هو بيعمل تان ازاي. طب انا مثلا بحب اللون الاورنج ده بتاع الشنطه دي جدا. دي خلاص ده التان بتاعها. ده بيبقى كومباوند ولا هيبقى ايه؟ انا ما اعرفش الفرق. اللي هي الاورنج اللي تحت خالص، اللي كبيره. الاورنج من تحت. دي بصي، لا حته كومباوند ومش كومباوند دي انت ما تقدرش تقولها بالسنس كده على طول. انا لازم يعني بصي انا لما هحرق، يعني لو عايزين نحرق واحده نحرق. انا مش هحرق في البيت. اصرار عجيب. فيعني عموما التان بتاع يلا انا لما مسكت الفيجيتابل تان وحرقته بيطلع لي رماد اخضر شويه. رماد اخضر ماشي. اوكي. بيبقى ممكن اضيف حته انا معايا لو عندكم سبرتايه نحط عليها. عندنا سبرتايه يعني. خلاص بقى حلقه ثانيه جايه ان شاء الله. بس انا ممكن تحطها بتوصل لشكل ده بيميز دي عندي. ده كروم ولا ده فيجيتابل. حلو. الجرينش شويه ده بيبقى ايه؟ فيجيتابل. ان هو كده مستخدم يعني حاجات طبيعيه، فكلها
حاجه زي الحاجات، وبتديني احساس ان هو اكني عملت ايه يا ربي، اكني عملت فحم. هو الفحم اللي هو الجاهز احنا مش بننقب عن الفحم، أيوة. يعني بنجيب شجره بنقطعها بنحطها في فران بنطلع فحم. فانت نفس الحاجه بتاع الفيجيتابل تان بيطلع لك، يعني بتلاقي بتمسك الجلده تفركها كده تطلع لك نفس الموضوع، بس فانت حطيتها تحرقها. اصل في ناس كتير يعني لما كان في الموديلات بقى شويه خلاص بقول لهم يا جماعه احنا اتعودنا ان الشنط خلاص بقى شبه امهاتنا كلها، احنا عايزين ديزاينز تبقى مناسبه للجيل بتاعنا والجيل الاصغر شويه. خلاص اعملوا لنا الوان فرايحي، اعملوا لنا حاجه تبقى مناسبه جديده. جديده. يعني بيقول لك احنا بيحكمنا دايما التعب. فلما بلاقي شنطه لونها مختلف شويه عن اللي بيتباع اللي هو الاسود والبني والفتيله اللي هي المنخبشه قوي دي، انا يعني ماليش فيها. هي الباتينا اس ديفلوب باتينا، لكن هي مش باتينا، هو مش بتيجي بالباتينا بتاعتها. الباتينا دي انت اللي بتعملها، فبتبقى قصتك انت بتمسك الشنطه مثلا من الايد هنا، هتبقى الباتينا هنا في الايد، انت بتمسك الشنطه كده من تحت الباتينا دي، فهي بتبقى الشنطه بتبقى خلاص بتاعتك. الحته دي بتاخد السوفتنس بتاعت طب ليه بقى البراندز ما بتنوعش في الوانها؟ يعني قليلين قوي اللي بيبقوا في عندهم جراءه وبيعملوا الوان. بصي انت عشان تعملي حاجه جديده انت بتنفست فلوس وبتحطي تيست وبتعملي حاجه جديده، انت بتعملي اول باتش مش متوقعه منها فلوس. حلو. بتعملي ترند اناليسيز وبتقولي يا رب وبتعملي كل اللي عليكي. حلو. بس انت مين من البراندز دلوقتي يقدر يعمل ده؟ حلو. ده نرفع له القبعه، لان هو بيه ريسك، مش فكره ان هو معاه فلوس ولا معهوش فلوس. في ممكن يبقى معاه فلوس بس هو مش عايز يريسك. ومحدش بيريسك في السوق، فليه اريسك انا؟ ابقى انا اول واحد بيريسك. لكن اول مثلا ما اختين طلعت بديزاينز يونيك بتاعتها فريده من نفسها، دي الايدنتي بتاعتي طبعا سمعت ليه. انا غيرت، انا ادد فاليو بالنسبه للشنط، فانا استاهل فعلا ان انا احط المارك اب اللي انا عايزاه، لان انا تعبت جدا على ما وصلت للديزاين ده اللي عجبكم كلكم وقلتوا زي تيك ذا ريسك. زي تيك ذا ريسك. هو ده الادد فاليو، دي الحاجه اللي احنا بندور عليها. فان نكون مثلا براند عايز، يعني ممكن نقول خايفين شويه، بس فانا مش عايز اضيع فلوس. احنا نداء للبراندز يا جماعه بليز ما تخافوش، انا هشتري انا هشتري الكميه كلها، انا مش مشكله، انا هشتري واعمل لكم الفوكس جروب واعمل لكم كل حاجه خلاص بمقابل يبقى عندي خلاص. انا ممكن اريسك كده يعني انت خلاص معايا كلاينت يلا عيش حياتك يعني خلاص. لا طبعا انا بشكرك جدا على التفاصيل الهائله اللي انت قلتها دي، لان هي الحقيقه الواحد فعلا بيبقى انا عايز اسالك برضه على حاجه يا نهى، يعني انتوا بقى يعني بتدوروا على ايه في الشنطه؟ انا بدور على كواليتي جلد، مش عارف ايه الاستراكشر بتاع الشنطه نفسها، الفينش، الورنيش، الحاجات دي كلها. بص سالت سؤال حلو قوي، يعني انا بدور في الشنطه على ايه؟ ان انا وانا لابساها اتس ادد فاليو اللي انا لابساه. ادد فاليو مش معنى ادد فاليو ان انا زودت فلوس على الطقم اللي انا لابساه او الاوتفيت اللي انا لابساه، مش قصدي كده. فاليو ان انا لابسه حاجه مدياني فانكشن كومبلمنتري للاوتفيت، كومبلمنتري للايمج اللي انا عايزه اديها، كومبلمنتري للفانكشن. يعني انا في ايام لازم ابقى شايله شنطه كبيره، ليه؟ لان انا حاطه فيها حاجات كتير، وايام تانية لا انا لازم اشيل شنطه صغيره علشان هي ده اللي المفروض ابقى لابساه دلوقتي في الاوتفيت ده. فاهم قصدي؟ وكمان بحب في الشنطه قوي لما تبقى مالتي فانكشنال، ان هي تبقى توب هاندل وكروس في نفس الوقت. ده بالنسبه لي 10 على 10. كروس اللي هو كروس بادي كده كروس بادي، لان انا كأم ميلينيال ما اقدرش افضل ايدي مشغوله بحاجه، ما اقدرش. حاولت كتير جدا البس كلاتش واحطها هنا كده خلاص وبتاع صباح الخير يا لارا خلاص بالظبط كده، ايه ده لا فرفورتي تروح الشنطه واقعه. فاهم قصدي؟ فانا مش دايما الكلاتش بالنسبه لي هي النمبر 1 حاجه اللي بروح لها. بس لو انت جبت لي كلاتش خلاص مثلا قلت لي هركب لك مثلا هنا حلقه خلاص وانت ركبي فيها سلسله او انا هركب لك السلسله، خلاص انا كده تمام. ليه؟ لان انا لما ببقى من غير فريده ولارا هبقى خارجه بالكلاتش، لكن لو انا معاهم ومصره ان هي دي الشنطه اللي هاخد بيها هركب لها الستراب بتاعتها والبسها كانها بيرس فور ذا وومن اند باك فور ذا بالظبط. لا سوري فاهم قصدي؟ فانا دايما بحب الشنطه خلاص ان هي تبقى مالتي فانكشن، تبقى مالتي فانكشن، تبقى بتحقق اللي انت عايزاه. لان انا مش هجيب كل يوم شنطه، انا بجيب كل يوم شنطه بس قصدي مش الناس كلها مش هتجيب لا الشنطه دي كريتد على مدار 20 سنه، مش يوم وليله يعني. فاهم قصدي؟ فانا يهمني في الشنطه ان هي انا عايزه اللون ده بالشكل ده النهارده، بس مش دايما عايزاه كلاتش ومش دايما عايزاه كروس. فدايما لما بيبقى عندي فكره يعني هي دي توب هاندل تتشال كده وتتشال كده وليها من جوه الكروس بادي ستراب بطلعها والبسها كانها. احنا قلنا دي عليها حاجه ولا ما؟ لا والله ما قلنا عليها حاجه. طب ما تيجي بقى قلنا لا حرام عليك يا بقى خلاص بقى يعني هو بص ايوه انت قلت على الحته دي بس بص الحته دي قلناها واحنا ما قلناهاش. لا انا وانت قلناها مع بعض. بص يعني انا وانا بخيط الشنطه الكواليتي العاليه تعرفها منين؟ ان الحته دي كونسيستنت، مفيش الجاب ده او الساجنج دي، انا مش عارف يعني الكلكعه دي مش عارف اسمها ايه. حلو.
بس ان انا افصلها كده وانيمها لجوه، لا انا بمشي كله حاجه واحده. ممكن ندور على في إيه؟ ماسكه شنطه عندك انا ما اعرفش اللي هي دي؟ لا يكون دي فيها ما مثلا أعتقدش. نفس الديزاين. حلو. لا على ما فكره فيهاش. اكشلي الفيجيتابل ممكن تدينا انسايت حلوه. الفيجن زي دي؟ الفيجن دي أهو. يعني هي الفكره ان هو يبقى ماشي كده. طبعا مش بتكلم ان دي، يعني الفكره ان هو يبقى كده مش كده. اوكي. حلو. قصاد ان هي يبقى فيها الجلد. أوكي. طبعا احنا يعني متسامحين ان هي دي مثلا دي جلد طبيعي ولا لا؟ لا دي فيجن. دي فيجن اصلا؟ الاثنين فيجن؟ اه. طب ماشي خلاص كده إيه، نقدر نقارن. اتفضل. يلا اوكي. حلو. هنا الحته دي تمام. ده ستيتشز، ده كرافتمان شيب كويسه. انا وانا بقطع الجلد حلو. انا باجي هنا وبخيط وبعمل التقطيعات بتاعتي بالكيرفات، وبعد ما اخلص بصنفر شغل وقت. فانا سكيبنج حلو. ممكن وده اللي بيضايقني ان الناس مش عارفه يعني مش عارفه تقيم. فهم بيسكيب براحتهم اللي هم عايزينه. محدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. اوكي. لا احنا خلاص هنقول لهم يس، يعني احنا أوكي. كده خلاص. اظن بعد الحلقه دي خلاص كده الناس خلاص كلها تعرف تبص على ايه في الشنطه كجلد وككواليتي كفينشنج كهاردوير زي ما انت بتقول. كفكره ان انا لما اشوف شنطه لازم امسكها وافتح واقفل السوست. انا خدت بالي من الحركه دي بتعملها كتير. خلاص اعمل كده كده وتسمعيها واسمعها بالظبط. شوف كده هو اصلا باي ذا واي السوسته حاجه رخيصه. لما يا راجل ما نقفلها بايه؟ ما نقفلها بايه؟ لا استنى بقى. هي كويسه زي الفل. لا انا بشوف، انا بتست عادي. انا ما قلتش حاجه، انا بجرب. بس هو الفكره ان السوسته يعني حاجه رخيصه في الشنطه. انا الشنطه الستيتمنت بتاعتي الريدي هاردوير بحاول ابعد عنها تماما. اللي هي يعني لا انزل اجيبها من السوق. لا هات لي كليبس، هات لي تاكلز، هات لي حاجات اوكي كده غير لي الدنيا. يعني مثلا الشنطه دي انا حاببها في الهاردويرز بتاعتها جدا. يعني هي حلوه اللي هو دي حلو. الاضافه دي حلو. ده لذيذ ان هم مش مستخدمين ماجنت. صح. وهي كمان بتكبر من الجنبين وتبقى الحته دي يعني حته فانكشن حلوه لذيذه. الفانكشناليتي اللي بحبها جدا فيها. ايوه الحته دي بقى عشان كده ما جبتش الكالي. انا خدت بالي. يس ما تعديش بسهوله. بالظبط كده. اوكي. باي ذا واي برضه في الهاردوير انا ممكن اعمل هاردوير اي كلام حلو. ممكن اعمل هاردوير كويسه حلو. طيب ماشي. في حاجات مثلا في الشنطه خلينا نقول على دي حلو. انا دي تمام بستخدمها. انا بحركها كده. انا الستريس بتاعي على الايه؟ على الخياطه نفسها وعلى الهنج دي او الانكل دي حلو. انا دي مش كويسه. انا ايه الكويس بالنسبه لي؟ اللي هو 3 يعني مالتيبل. زي استنى انا بدور على شنطه. لا دي ما بحبش الهاندل بتاعها اصلا. طب يلا نقول عليها حاجه والله حلوه. ما بحبش الهاندل بتاعها اصلا. بصي انا هخلفك بتوجع جدا. بص لما بشيلها كده احنا بهدلنا الدنيا خالص. معلش لما بشيلها كده تقيله جدا جدا وبتوجع جدا وبتعمل تان بعد شويه. بتعمل تان. اوكي. بتعمل تان بعد شويه. ولما بلبسها ككروس بتبقى هنا بقى كروس واخد نص مش بتاعتي. مش هنقول حاجه خلاص. يعني مثلا هنا ده فيه 3 بيسز حلو. فالشغل ده اللي هي كانها على الشد ده مش عارف. الشد ده يخليني مثلا ميبي يعني مش بقول ان هي لازم بس هو يعني بتبقى حد مهتم حلو. وهنا برضو انجريفد فدي لازم يعني انجريفد فدي حاجه لذيذه منهم ان هم عملوها انجريفد حلو. دي كويسه. الحتت دي انا خلاص ده ستيبل. انا مش بشد قوي. الشد كله جاي من في الحته دي. فدي حاجه لذيذه منهم يعني كويسه. حلو قوي. كده غطينا اظن دي مضايقاني عشان فيك عشان مش بيستخدموا القفل يعني. ده حقيقي المنظر. بصي يعني انا كنت بس بقول لك على الصوت. بصي الصوت سامع الصوت. صوت بشع يعني. ده مش صوت حلو. فهمت قصدك. اسمعي الشنطه. ايوه احنا كده يا جماعه. هو ده كده. احنا كده هنشم الشنطه. هنشوف الشنطه ونحسس على الشنطه ونشم الشنطه ونولع في الشنطه ونحب الشنطه ونبوسها ونحطها تنام جنبنا. احنا بعد اللي هو عمله ده غالبا انت طبيعي لما تجيب حاجه انت يعني صح قوي انت هتحبها قوي فهتعملها باهتمام. صح فاهمني. فهتعملوا كده ان شاء الله. احنا بص طبعا احنا حلقه واحده مش كفايه. ده كده استني لسه انا عندي حاجات عايزه اقولها. هو ايه والله ما ينفع. لا والله يلا بينا. عمر هيموتنا. بلا عمر على ساعه شويه. يعني مثلا انا ما عنديش مشكله. هو بص عايز اقول حاجات مثلا وانت بتشتري حلو تبص عليها ككواليتي. الستيتشز نفسها حلو. يعني مثلا هنا انا المفروض الحاجات دي كلها تتقفل تقفيل مختلف. تتقفل دبل تتقفل رايح راجع حلو. في اماكن معينه معموله رايح راجع وفي اماكن لا. في ان انا اعمل كروسنج دي متبطنه. يعني مثلا هنا دي حلو. انا لازم اعمل كروسنج هنا على الحته دي.
شايفه الحته دي؟ شايفاها اوكي بص الحته دي لازم اعمل كروسنج ما بينهم كده. احنا هنعمل دكتوراه في ده الشنط بيقاد يعني سترينث ليها ان هي تبقى قويه. انا بنشفها. تمام. حاجه تانية ببص عليها ايه تاني؟ الرجلين الشنطه، انا بالنسبه لي كان هو رجلين الشنطه شيء اساسي. تعالي هنا بص كده الخياطه دي، نوع الخياطه دي. لا انا مش فكره الخياطه دي. انا لما احط حاجاتي في الشنطه هتتشد، هتفزق بمعنى ان هي الفتحه اللي انا عاملها للخيط هتوسع. اوكي. فهتقشر الجلد، هتعمل بقى اللي تعمله. حلو. فدي حاجه مش لذيذه. اوكي. تمام. أوكي. ايه تاني؟ انا الشنطه بتاعتي ما ينفعش تعمل كده. ما ينفعش اطلع البطانه كده بالشكل ده. ليه؟ عشان لا اغسلها. ليه؟ عشان حاجتك. عشان تغسلها. الايه؟ عشان اغسلها، لو وقعت حاجه اغسلها. لا تبقى وقعت ميك اب جوه، انا لسه موقعه هو انت هتحطي الميك اب لا، لوحده؟ انت هتحطيه جوه الشنطه انت أهو. مش هتحطيه لوحده. هنجيب اورجنايزر ونحطه جوه الشنطه. لسه عامله مصيبه في شنطه بالشنط. اوكي ده يا نهار ابيض عليكي. مانيكير ضرب جوه. انا عايز شنطه مثلا كان في تقريبا. هاتي دي كده. عندي مش عارف دي ولا دي؟ هاتي دي. اوكي. احنا بهدلنا الدنيا جامد. مش عارفه ارسم تاني ازاي. هتروقي بقى. امال انا بحافظ على حاجتي حلو. يعني دي انا بشد. لا هي جوه، هي مش بتطلع لبره. تمام. اوكي. فهي جوه اتاش من تحت، بتبقى متثبته من تحت. ده بيخلي انت حاطط ايدك بطلع المفتاح مع الدنيا. مش هلاقيها طلعت معايا. مش الشنطه مش بتتحرك معايا. بالذات في الشنط الكبيره بتبقى يعني ايه مصيبه. انت حق. بتبقى واقف قدام الباب عايز تخش التويليت مستعجل حد يدخلني، افتحوا الباب مش عارف تلاقي المفاتيح. تعالي بقى اوريكي حاجه حلوه قوي. الجو ايدجز دي عندنا هنا 3 جو. ده ما ينفعش. والجلد الصراحه ده كواليتي قوي. يعني انا اشك ايدابت ان هو جلد بوند، بس يعني مش هتست حاجه يعني. هنقرا الديسكربشن. هنقرا الديسكربشن ونعرف منهم بالظبط كده. بس باي ذا واي بوندد ليزر ممكن تتقال عليها جينوين ليزر عادي. بوندد ليزر ده ان انا بجيب اكسكيوز مي السكراتشز بتاعت السكرابس بتاعت البيت، الام دي اف بتاع الشنط يعني بتاع الجلد، واجمعهم وجلو واحط عليهم واكبسهم واعملهم حاجه مش لطيفه خالص. فدي جو خالص ما ينفعش الفينش ده يبقى موجود. حلو. دي هم عاملين حاجه تانية. فين يا ربي؟ يس. اوكي بصي دي. هو اصلا حاطط ما قفلش عليها كويس. هو مش حاطط يعني مش مورنشها. استسهال يعني. بتتفك بتقع. اوكي. لا انا بورنش صح. حلو. احنا كنا جبنا واحده وكان شكلها مش الطف حاجه. بس مثلا الورنيش يبقى كده لازم يكون كونسيستنت. لا هنا ورنيش، واحنا مش وريناه هنا. الورنيش ده بشع. ده الورنيش ده بشع. بس هي صراحه قيمه مقابل سعر حلو قوي. قيمه مقابل سعر. كده كل حاجه احنا بنقولها قيمه مقابل سعر. انا مش بطلب من كل البراندات تعمل حاجه بالظبط اخر حاجه في الدنيا. بس قيمه مقابل سعر. انت بيضحكوا عليك في الحته دي يعني. انت حاسبهم حلو صح. يعني حاسبهم انت الحاجه دي ان انا عامل ورنيش كويس بتقاد قد ايه وقت للعامل اللي شغال. صح. هتقاد قد ايه وقت. طب الوقت بتاع العامل ده وقته قد ايه؟ انا الشنطه دي هتعيش معايا العمر كله. فانت مثلا لو العامل ده هياخد في اليوم 100 جنيه مثلا وتحطها لي على الشنطه، انا ايه المشكله عندي؟ صح فاهم. فاهماني؟ ومفيش عامل هياخد 100 جنيه في شنطه عشان يعملها ب 100 جنيه عشان الورنشه ان انا اظبطها بس. فاهماني؟ فدي حاجات ايه؟ حاجات صغيره، تفاصيل صغيره انت بتزودها بجنيهات او عشرات الجنيهات بالنسبه للحاجه ايا كانت بقى الفينش مش عارف ايه الكلام ده كله. بس انت بتحاول تدرب العماله. انت ما بتدربش العماله، انت بتديهم الشغل وتعمله على طول. يعني مثلا في سبين مثلا انت عشان تعمل شنطه بتقعد 8 شهور دبلومه 8 شهور تقعد تخيط. حلو. ما كل اللي انت بتعمله ده ما بيشتغلش بيه. انت بس بتتعلم ليه عشان في الاخر تشتغل على الشنط بقى اللكجري براندز. تطلع حاجه كواليتي كويسه. في حاجه مهمه قوي يعني. بصي انا كنت عايز اقولها. بصي الطباعه دي. الطباعه دي البوز بتاعها حلو محطوط متثبت كويس. في هنا كان في من حاجه جوه من جوه هي اصلا سترينج الكواليتي بتاعتها بتروح. باي ذا واي ده برضو بيروح مع الميه جامد. فحاول وايديك برضو فحاول تحافظ على الحاجه بتاعتك. ما هو بالنسبه لبراندز كتيره الحركات دي هتكلفه زياده على الشنطه، وهو عارف ان هو مش هيقدر ياخد الROI عليها. فاهم قصدي؟ اللي هو يبقى بنفس مش كله عايز يطلع حاجه البيست كواليتي. فاهم؟ لازم يبقى في كومبرومايز. انا التارجت بتاعي الكاستمرز ايه، هم هيلبسوا الحاجات دي امتى وفين. وانت اصلا انت نفسك بتخش البراند. انا هشتري الشنطه دي عشان اروح بيها كذا. الشنطه دي انا هشتريها للمناسبات اللي عامله كده. هم احترامنا كده لان هم ان هي they did make R&D كويسه وبيحاولوا يخشوا السوق.
بالظبط دي ادد، دي هتحطنا على الخريطه، دي هتخلينا نوصل. بالظبط كده، بنغلط نغلط بس بالظبط بنوصل. كده. فده اللي اقصده، بس ان هي هم خدوا الريسك من الناس اللي احنا كنا بنتكلم عنهم في بالظبط. الاول، هم اللي خدوا ريسك وعملوا ديزاينز مختلفه خلتنا نروح تاني نرجع نشتري ضد حاجات طبيعي وحاجات ملونه وحاجات مختلفه، بالظبط. وما بقيناش وبرضه بتاعتنا وبتاعتنا 100% ايجيبشن يعني. بالظبط فدي مهمه، دي ادد فاليو، دي بالنسبه لي بالدنيا كده صح كده. صح. انا بس بشجع المنتج المصري جدا، عشان كده بحاول دايما وانا بشتري ادور الاول على الحاجه اللي انا عايزاها في المنتج المصري. لو فعلا فشلت فشل ذريع ساعتها ببدا ادور على منتج اجنبي او براند. والله جود فور يو، يعني شطوره. بس انا دايما بحاول ابدا الاول بالبراند المصري يعني. بس شكرا لمصر. شكرا بس لمصر، بالظبط انا كده. اتبسطت جدا انا معاكي والله كده كده. انا سعيده جدا باللقاء ده، لان انا اتعلمت حاجات كتير بقى كنت انا فاهماها، عارف انت، ان باك اوف ماي مايند، بس مش اهم حاجه ما نشتريش جون ولا لزج. حاضر اهم حاجه ما نشتريش جون ولا حاضر، لزج. انا كنت لسه اشتكي بس لحقتني. حاضر. بس كده. بس خلاص اتفقنا. احنا كده عرفنا الفرق بين انواع الجلود النباتيه والطبيعيه والصناعيه، عرفنا الهاردوير بنقيمه ازاي وبنسمعه ازاي، يعني احنا شفنا وشفنا ملمس الجلد، عرفنا فرق في الدباغه اللي هي التان ازاي ممكن يعمل فرق في الكواليتي من شنطه لشنطه، عرفنا فرق الديزاين، عرفنا فرق الفانكشناليتي، عرفنا فرق الار ان دي ان هو خد ريسك ان هو يطلع شنطه بلون مختلف او بديزاين مختلف او بشكل مختلف، او حتى كلوجو في حاجه بالظبط. بتاعته ازاي هو لما بيختار حاجه امبوست غير لما يختار حاجه سبرايد غير. كل الحاجات دي ادد فاليو للشنطه، يخليك دايما وانت بتمسكها عارف ايوه لا الشنطه دي مش سهله ثمنها، لا الشنطه دي كان محتاج يشتغلوا عليها اكتر قبل ما ادفع فيها السعر ده، والعكس صحيح. صح كده. ميرسي جدا يا دياب بجد. لو حد سالنا نشتري شنطه ازاي، انا اشتري شنطه ني فرصه سعيده جدا، اشوفكم ان أنا شاء الله في أسعد. حلقه جديده بقى ممكن نقيم فيها شنط اكتر. ماشي، شكرا. اشوفكم على خير، سلام. باي باي.